زي النهارده يوم 3 رمضان حصل إيه؟ تعال أقول لك. خروج الرسول والصحابة لقافلة الكفار عند بدر، ووفاة السيدة فاطمة الزهراء، ووفاة الخليفة مروان ابن الحكم في 3 من رمضان 1307 هجرية الموافق 22 من إبريل عام 1890 ميلادية. استشهد القائد المسلم الأمير رابح ابن الزبير الذي أقام مملكة إسلامية في منطقة تشاد، كانت عاصمتها مدينة ديكوا، بعد قيام الفرنسيين بغزو مملكته والدخول إلى العاصمة. حادثة التحكيم في 3 من شهر رمضان عام 37 هجرية الموافق 11 فبراير سنة 658 ميلادية، عقد التحكيم بين علي بن أبي طالب ومعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما، والذي حدث بعد موقعة الجمل، وبين جند من ناحية وبين بني أمية وطلحة والزبير من ناحية أخرى. في 3 من شهر رمضان المبارك قتل مروان ابن الحكم. كان قد حاصر مصر فخرج أهلها لقتاله، وكانوا يتناوبون القتال ويستريحون، وسمي ذلك اليوم التراويح. واستمر القتال في خواص أهل البلد، وضرب مروان عنق 80 رجلا تخلفوا عن مبايعته، وضرب عنق الأكيد ابن حملة اللخمي. ثم استولى مروان على مصر وأقام بها شهرا، ثم ولى عليها ولده عبد العزيز. في 3 من شهر رمضان المبارك اشتد حصار الصليبيين حول مدينة عكا، وحاولوا اقتحامها لكنهم فشلوا، وكانوا قد بدأوا حصارهم لها في شهر رجب عام 585. في 3 من شهر رمضان المبارك السلطان العثماني ينجح في فتح مدينة بلجراد التي كانت تعد مفتاح أوروبا الوسطى وصاحبة أقوى قلعة على الحدود المجارية العثمانية. وقد حاصر العثمانيون هذه المدينة 3 مرات، سنة 1441 و1456 و1492، لكنهم لم يستطيعوا الاستيلاء عليها إلا في عهد القنواني. بس كده، ده برنامج حدث تاريخي حصل في رمضان. سلام.